ازيكم عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهارده عصير الفراوله بطريقه سهله جدا جدا، وزي اللي بنشتريه من الكافيهات واحلى كمان. اهو معانا هنا نص كيلو فراوله متفرزه اهي، طلعتها طبعا، سبتها فكت شويه صغيرين وحطيتها في الخلاط. هنحتاج عليها 3 معالق كبار من السكر. طبعا السكر براحتكم خالص، يعني انا مبحبش الحاجه مسكره قوي فمش هكتر سكر. انتوا لو بتحبوا السكر زياده هتزودوا سكر. اهو 3 معالق من السكر. وهنحتاج كمان رشه من الفانيليا البودر، انا حطيتها مع السكر هنا اهو، بتفرق في الطعم. وهحتاج معايا 3 كوبايات من الميه الساقعه، وهحطها عليها وهضربه معاكم في الخلاط. وهنقص كوبايه في الاخر هسيبها، هعملها معاكم باللبن بحيث ان هو يبقى زبادو وفراوله عاديه خالص، واعمله اللي يريحكم، بيبقى جميل جدا 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 ولذيذه. طبعا عارفين الفراوله وجمالها. اهو حطيت كوبايتين كبار من الميه اهو، وهبدا بقى اضربه في الخلاط. انا اضربه في الخلاط بالشكل ده اهو. ادي معايا الفراوله اهي بعد ما اتضربت، شايفين لونها احمر وجميل جدا جدا. معانا الكيس اللي هنصب فيه العصير اهو. نبدا بقى ننزل بالعصير بتاعنا. الله على الجمال، الله على الجمال. شايفين شكلها جميل جدا جدا، وطبعا انتوا عارفين طعم الفراوله لا يعلى عليه، جميل جدا جدا. هعمل بقى معايا كوبايه كمان باللبن، بحيث اللي حابب يجي يعمل فراوله باللبن زي الزبادو كده. معانا الفراوله اهو، هننزل بكوبايه صغيره من اللبن اهو. وكمان اختياري انا بحط معلقتين من اللبن البودره، يعني يبقى اخلي الطعم بتاعه حلو اهو. هنكتفي بمعلقه كبيره اهي من اللبن البودر بس كده. في خطوه اضافيه انا هعملها معاكم، انا بحب الفراوله باللبن احط عليها موز. فانا عندي موز متفرز في الفريزر اهو، انا ضرباه شايلاه في الفريزر. شايفين محتفظ باللون بتاعه، شايفين لونه ما غيرش ولا اسود معايا ولا اي حاجه. تابعوني وهنزل لكم فيديو قريب ازاي تفرزوا الموز بالطريقه دي كده من غير ما يسود معاكم، وتستخدموه في العصاير او في الايس كريم او في اي حاجه انتوا عايزينها، او في الصوصات وفي اي حاجه اهو. شايفين لونه جميل ازاي؟ انا هخلطه مع الفراوله وهضربهم ضربه مع بعض وهوريكم شكله بقى عامل ازاي. معانا اهو بعد ما ضربته اهو ضربه في الخلاط، نبدأ ننزل بيه في الكوباية. شايفين جميل جدا 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 اهو. مش عايزه اقول لكم الطعم رائع ازاي. شايفين؟ ادي عندكم اختيارين، يا اما تعملوا فراوله باللبن يا اما تعملوا فراوله ساده، الاتنين اجمل من بعض. عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رايكم. لو مش مشتركين في القناه تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير، باي باي.